هلو، النهارده 22 ديسمبر، الساعه دلوقتي 1:30 عصرا. انا كنت خرجت بالسكتش بتاعي علشان اجي اتامل واعمل الديلي جورنالينج بتاعي. كنت طالع من غير الكاميرا، حابب ان انا اخرج كده افصل وبس. وبعدين قابلت مروان وسيف عايزين يتصوروا بقالهم فتره، كل ما يشوفوني عايزين نتصور يا عم احمد، عايزين نتصور يا عم احمد. قلت لهم ماشي نخش نجيب الكاميرا. بس طبعا لان الاطفال مش بتبلف بقهم فوله، ففي جيش جاي ورايا بيحاولوا يوضحوا لي السكه، بيقولوا لي الحته دي منزلان وطريق مختصر، ما يعرفوش ان انا باجي هنا كل يوم واحافظ السكه اكتر منهم. بلياردو دي اسمها بلياردو؟ استنوا كده عايز اجرب. مش شايف حاجه عشان انا بصور. هوبا العب بقى. ماشي. ودي نزلها كده الاربعه دول بتوعي صح؟ عادي. شكلكم بتفتحوا تيك توك كتير. طب انتوا عندكم صفحات على التيك توك؟ انا عندي صفحه. بتعمل ايه بقى على التيك توك؟ تعجبك الحاجات اللي بتنزل على التيك توك؟ الناس اللي طايره منهم. الناس اللي طايره منهم. عصام صاصه بيعمل ايه؟ عصام صاصه بيغني. شايفين البرسيم ده اهو؟ شايفين دي غله دي صح؟ الغله دي لو انت حطيتها في تربه حلوه زي دي واديتها ميه نظيف هتطلع هتطلع عامله ازاي؟ نضيف. تطلع نظيف. انت برضو لما انت تدخل لدماغك حاجات نظيفه هتطلع انسان نظيف. فتلاقي ان الحاجات الوحشه اللي زي دي او الحاجات العبيطه اللي زي كده بتتنشر لكل الناس وبياخدوا فلوس عليها. انا بقول لكم ده ليه؟ عشان اللي بيخش لك من وانت صغير لو دخلت لك حاجه صح هتكبر صح. احنا كلنا هنموت في الاخر. بقى انت تحب حياتك تكون كانت عامله ازاي؟ هل تحب ان هي تكون ضاعت كده في اللا شيء، ولا تحب ان انت تكون انسان صالح عملت حاجه بتنفع الناس دي؟ شايف الشجره دي؟ شايف الشجره اللي احنا قاعدين تحتها دي؟ دي شجره نافعه. دي شجره نافعه احنا جينا قعدنا تحتها عشان نستظل بيها. فدي شجره نافعه بتنفع الناس، موجوده طول العمر بتنفع الناس. في على تيك توك حاجات حلوه، حاجات مسليه بس مفيده. عارفين الناس اللي بيجيبوا مفرقعات ومواد كيميائيه يحطوها على بعض عشان يعملوا حاجات انفجارات دي حاجات مسليه وفي نفس الوقت ممتعه ومفيده. كل واحد فيكم عايز يطلع ايه؟ اطلع سواق زي ابويا. يا رب ان شاء الله اكون طالع لك عم. يا سلام يا سلام يا مروان. شكرا يا نبض الأرواح، فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي. بتعملها ليه؟ ابني هي دي ابني. انا فاكر انت بتشوف من كليف. تعمل ايه سيف؟ هي دي سيف، مش هي دي سيف. الناحية التانية خلاص شديت الكاميرا. ايه اللي شغالة هنا يالا؟ عشان ابقى شايف نفسي خلاص كفايه كده. خلاص انا هطفيها. اعملوا لايك اعملوا لايك بتاع اسكندرية. لايك وسبسكرايب. لايك وسبسكرايب. يعني هو اللي رسم كل ده ما شاء الله. ايه الاخبار يا عمور؟ عامل ايه؟ ليك وحشه والله. اكتر جايين على الشمال ده حلو. هو انا اول مره اجي اصور هنا اصلا يعني، بس الصراحه المكان لذيذ خالص يعني. اعتقد ان انا ممكن اجي يعني عايز اصور حاجه فيديو اجي اصورها هنا اصلا يعني. والكاميرا ما فيش فيها مشكله اصلا. هنا قدام المتحف اليوناني الروماني، فالدنيا ظريفه خالص يعني. معايا عمور. اخيرا رجعنا اسكندريه بعد الفتره اللي قضيناها في البيت يعني. هو فيلم. السوشيال ميديا هتوريك دنيا مش موجوده يعني. وده من ناحيه اللايف ستايل. من ناحيه تانية عربيات، لبس، موبايلات، جزم كوره يعني انت عمال تتعرض لدنيا. ربنا قال لك لا تمدن عينيك، والسوشيال ميديا بتعمل عكس ده، مد عينك للاخر. صفحات هلو، مساء الفل. الساعه دلوقتي 5 مساء. النهارده 27/12. النهارده يوم هيبقى للذكرى، هيفضل مميز بالنسبه لي. النهارده كانت نتيجه اخر سنه ليا في الكليه. طبعا يعني انا شاركتكم اخر يوم امتحانات، بس النهارده كانت النتيجه ظهرت كده بشكل مفاجئ وبشكل غير متوقع. وبصراحه كنت متوجس من بعض الحاجات يعني، من بعض المواد تخدير كنت مقلق منه يعني. ولكن سبحان الله كرم ربنا واسع. الفرحه النهارده كانت لا توصف. انا طبعا فرحتي كانت كبيره جدا جدا بانه اخر يوم امتحانات خلاص احنا خلصنا. بس النهارده فكره ان انا خلاص بقيت دكتور رسمي النهارده بقى يعني كده بكالوريوس طب جراحه. شعور لا يوصف صراحه للدرجه اللي خلتني ابكي بكاء. انا يعني
كنتش متخيل ان انا ممكن افرح ابكي، يعني افرح لدرجه اللي تخليني اعيط بالشكل ده. حتى كنت قاعد وانا عمال متاثر كده سامع صوت المطر بره، فكان شعور طيب جدا جدا. فالحمد لله رب العالمين، انا حبيت اوثق ده للذكرى يعني. بس يا اخي ايه الاخبار؟ عامل ايه يا اخويا؟ كمل يا معتز، عاش والله. هات اخرك عشان يلا 1 2 3 لا لا ما تطلعوش البلاكه دي. هنلعب اللي هو طالما هنتفق على اسمه هو يجي يخمنه. أيوة انت بقى الكاركتر، يلا تعالى يا ناجي. ماشي. مصري ولا لا؟ ذكر ولا انثى؟ يا راجل. طيب عايش ولا ميت؟ عايش. عنده اكتر من 40 سنه؟ اقل من 30 سنه؟ اقل من 40 يعني. بلوجر مشهور على الفيسبوك؟ او ليه محتوى على اليوتيوب؟ انت يا عبد الرحيم. شخصيه عامه مشهوره؟ لا. واحد من النادي؟ واحد من النادي. موجود معانا هنا في القعده؟ يس موجود. خريج اتصالات؟ باين. متجوز ولا لا؟ لا؟ من اسكندريه؟ يبقى واحد من الاثنين دول. طه؟ لا. عبد الرحيم. عشان محاضرات؟ عشان تروح بمعنى بص، هو انا بالنسبه لي احيانا او في الاغلب لما باجي ادون بعمل ايه؟ اللي هو انا بكتب يومي انا عملت فيه النهارده، ببتدي مثلا من اول اليوم، فبفتكر المواقف والحاجات اللي مريت بيها في يومي، وابتدي يعني احلل الموقف ده واشوف الحاجات اللي انا اتعلمتها، الحاجات الغلط اللي عملتها وهكذا يعني. اوقات تانية اللي هو مثلا انا ماشي ففي خاطره جات لي، فبقوم فاتح السكتش بتاعي او النوت بوك وابتدي ان انا اكتب يعني. فهو مفيش طريقه معينه يعني، حسب. الو السلام عليكم. النهارده 28/12 اي ثينك، مش متاكد صراحه، بس تقريبا النهارده 28/12. الساعه دلوقتي 7:30 مساء. لابس البلطو والسماعه وبصور، بحاول اصور صوره ظريفه كده بمناسبه التخرج. وده لانه عندنا في الكليه في باكجات للتخرج، الروب، الوشاح، مش عارف ايه الحاجات اللي هنلبسها في حفله التخرج بتاعتنا، ولكن في بعض الحاجات الاكسترا بتدفع عليها فلوس زياده، وهي السيشن بتاع التصوير. ان اتحاد الكليه بيوفر كاميرا ومكان واضاءه ومش عارف ايه، ويصوروا صور ظريفه كده ايه بمناسبه التخرج. فطبعا يعني بما ان الكاميرا بتاعتي موجوده ومعايا الاضاءه والدنيا دي كلها، فمش محتاج ان انا ادفع فلوس في حاجه زي دي. فانا كنت دلوقتي بصور الصوره بتاعه التخرج لنفسي وبس. يعني اللي كنت بس عايز اقوله بصراحه عشان اختم هذا الفلوج، ما تحسبلهاش خالص، ربنا سبحانه وتعالى بييسرها والله. بتقعد قبل الامتحانات قلقان ومتوتر ومش عارف انت هتلحق تخلص اللي وراك ولا لا، ويا ترى هتحل كويس في الامتحان ولا لا، وبعد ما تطلع من الامتحان يا ترى حلي كان كويس ولا لا، ويا ترى هجيب الدرجات الفلانيه اللي انا عايزها ولا لا. وممكن تبقى حاسب ان انت مثلا مش هتجيب الدرجه المرجوه، او ان انت مثلا الماده دي هتعدي بالعافيه، فبعدين تفاجئ بكرم ربنا سبحانه وتعالى انه لا، ده الواحد كان حل كويس. او مش شرط ان انت حلك كويس كفكره اسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمك. فده بصراحه درس يعني الانسان بيتيقن منه كل يوم. ما تحسبلهاش، التدبير ده على ربنا سبحانه وتعالى، فسلم امرك ليه. بس انا حبيت انهي الفلوج على هذه الخاطره، ونلقاكم في توثيق جديد ان شاء الله. مع السلامه.